الفنان أمير كرارة في بدايته طلع مع عادل إمام في مشهد كان في فيلم هالو أمريكا، كان طالع المترجم لعادل إمام لما عادل إمام اتقبض عليه، فهو اللي كان بيترجم الكلام لما اتقبض عليه في أمريكا يعني. فالمهم بيحكي أمير كرارة عن موقف حصل له وهو بيصور المشهد ده في الفيلم. بيقول ان انا كنت طالع بقول جمله واحده من 4 كلمات، فكل ما اجي اقول الجمله ابص قدامي اشوف استاذ عادل امام اتلخبط مش عارف اقول الجمله. فراح المخرج اتعصب جدا وقعد يزعق وقال ستوب، ايه مش عارف تقول الجمله، اطلع بره. وراح مزعق لي وطاردني قدام كل الناس. فاستاذ عادل امام قعد باصص لي كده يشوف الرياكشن بتاعي عامل ازاي، فطبعا لقى فيه رغرغه في عينيا. وقمت وعديت من جنب استاذ عادل امام، راح قايل لي اقعد ياض. قلت له لا يا ريس خلاص. قال لي اقعد. راح مقعدني قدامه وقال لي قول. فقلت الجمله كويس جدا، فراح قال طب ما هو حلو، ما هو انت شاطر اهو. فراح قال للمخرج دور يا استاذ. فصورت المشهد وقلت الجمله، واستاذ عادل امام قال لي كويس برافو عليك شاطر. وطلعت وانا ماشي يعني، رحت طلعت قعدت على الرصيف بره مستني القبض، كان 50 جنيه ساعتها وقتها. راح معدي جنبي استاذ عادل امام وقال لي خد تعالى. قال لي انت زعلان عشان خاطر اتزعق لك واتطردت مره؟ يا ما هيتزعق لك ويا ما هتطرد، بس المهم انك تقف على رجلك وتشتغل وتستحمل. قال لي اقول لك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي هيجي يوم والمخرج ده يتمنى يشتغل معاك.